الحق علي يوسف، الحق علي يوسف، الحق علي يوسف. والله تعال الضيف قوي. استاذ ماجد، هلا والله. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. استاذ ماجد الكندري، حق اللي ما يدري، وانا وين؟ شوف والله من وناسه، صدق وناسه، سكيت البد. مو شي السالفه، سالفه من وناسه ومن الصدمه اللي شي صار فيه. من الصدمه. واو. وايد ناس يمكن مو سامعين عن الكوسبلاي وعن الكوسبلاي بشكل عام، فماجد اشرح لنا شنو الكوسبلاي بالضبط. الكوسبلاي هو كلمة مشتقة من كلمتين، كوستم وبلاي، وهي عبارة عن الأزياء وتقمصها بالمسرح أو بالأفلام بالسينما. وهذه هي بلشت من تصميم الأزياء الورق إلى تصميمها على المسرح أو حق الأفلام والسينما. يعني انت متخيل وانت قاعد تسولف لاول مره في حياتك انا اسرح او يعني ماجد هذا بحر. احنا قاعد نتكلم عن قاعد نتكلم عن زي الحين التصميم بحد ذاته وايد صعب. الواحد اليوم بيصمم وايد صعب. انت اليوم قاعد تصمم ازياء يمكن يستخدمونها باكثر من مكان اصلا. فشلون البدايه؟ شلون قاعد تبتدي وياك؟ والله بالبداية بلشتها بالازياء اللي عندي او الهدوم اللي عندي اللي ما احتاجها. قمت البس كل شيء فوق بعض عشان اكون لي مثلا كاركتر معين او زي معين. حلو. بعدها تطرقت ان اشوف الاشياء اللي ما احتاجها ريسايكلينج على طول. الاشياء اللي بقطها ارد اسوي منها اشياء ثانيه، دروع، سيف بلاستيك عوي. لما بعدين تعلمت شلون اتعامل بالمواد الثانيه اللي هي الميكنج من الصفر. الفلين، الاي في اي فوم، بلاستيك اللي تشتريه وتشكله انت، الطين، الكلاي. الحين ال 3 دي 3 صح. طبعا عندي الله يخليه ولد عمي، هو يطبع لي وانا اساعده بعد بالتصاميم ونلون ونطلع شيء حق الجمهور. يعني لحظه، هذا ترى صير ياهل الحين بهالموضوع هذا. وايد يصير ارجع طفولتي كلها. قلت ان الحين انت قاعد تسوي اكثر من شغله غير اللبس، هم قاعد تسوي القطع نفسها. يعني انا اوكي ما يخالف. الحين ممكن اللي قاعد يشوفه الحين تشرح لي جارنا يعني اوكي شلون ابتدي بهذا؟ طبعا بهالزي هذا ابتديت بالسيف لانه كان اقرب واسهل شيء بخلصه بسرعه. اللي هي خشب ورسمت عليها، بعدها قصيتها، حفيت وركبت القطع اللي تشوفها من تحت. اوكي. من ربل وجلد، وطبعا كل اللي تشوفه هذا ولا شيء حديد، كله فلين وفوم. هذا الحين اوكي اللي قاعد يشوفنا، عشان انا حاليا في صدمه عمر مرت علي. اللي قاعد يشوف حاليا قاعد يشوف زي لمحارب فارس بكامل عدته، بالدرع، بالسيف، بالخوذه. قاعد نتكلم لو تشوفون قطعه حديد، يعني بالصوره تبين انها هي قطعه حديد، ومستحيل يصير عكس هذا. ومو بس قطعه حديد طلب، قطعه حديد مطقوقه مبين انه يعني مر عليها حروب وايد. فهذه في هذه الامور البسيطه تفرق وايد، انك تطالع وتصدق ان هذا الشيء حديد ولا مو حديد. بس قاعد اشوف ان هذا شعره ابيض. هل هذا ما اتوقع مو ذا ويتشر؟ لا، من لعبه إلدر رينج. اوكي. اذا مره مع بلاي ستيشن راح تعرفها. صح. انا مربع بلاي ستيشن بس إلدر رينج للحين ما لعبته. تمام. بس ماجد الحين دام ان انت تبارك الرحمن واصل لمرحله يعني ما شاء الله، ما ادري ايش اقول صراحه. حتى الوصف يمكن صعب اني اوصف هالشيء هذا متعوب عليه. اول شيء قبل اروح على نقطتي الحين، كتصميم هذا الشيء كم ياخذ وقت؟ والله على حسب الزي والكاركتر. يعني مثلا هذا تصميمه خذ مني شهرين وانا اصممه، وغير كذي تدري في اخطاء، ماكو فنان ما تحوشه اخطاء، فاضطر ارجع اعيد القطعه من اول بعض المرات. اوكي. ياخذ وقت والله. شنو احسن او احلى شخصيه، اقرب شخصيه لك انت سويتها؟ يعني الامانه منو ما يعرف مورتال كومبات؟ لعبتنا. سكوربيون. Get over here. تعال مني نقوله. هذا الكاركتر الوحيد هذا اللي قريب علي، لأنه من ناحية القصة، من ناحية أداء، أنا أميل حقه وايد وأطرق حده. وغير كذي بالفيلم الجديد اللي تو نزل كنت من أول الناس اللي يصممون لنا بالعالم. من أول الناس اللي يصممون بالعالم. أوكي. لحظة، يصممون حق الفيلم؟ لا، يصممون من ناحية إنه يطلبون منك كوميشنز، يلا تعال مثلنا، احنا شركه مثلا العاب فلانيه ونبي نشوف لنا واحد يمثل الشركه بالتصميم مال الفيلم الجديد او اللعبه الجديده. ما شاء الله. ففي ناس كذي يكلمونهم على كوميشنز او طلبات بان يكونون ممثلين للشركه نفسها او للفيلم نفسه. كفو والله، كفو، شيء يرفع الراس صراحه ماجد، ويعطيك الف عافيه.
انا قاعد اشوف بالبايو مالك ان انت اوكي انت من الكويت انترناشونال كوسبلاير اكتر زائد موديل ديزاينر زائد كرافتر 22 مارش عيد ميلادك يمكن إيه. ما بقى عليه شيء نقول العمر كله يا رب إيه، الله يخليك بتسوي شيء حق عيد ميلادك حق نفسك والله كافئ خلص نفسك طلبات الناس. صح اكتر زائد موديل اكتر انا بنحط تحتها خط وين مثلت وشنو مثلت؟ مثلت بوايد افلام استعراضيه حق الازياء مالتي، وغير كذي كنت احد ممثلين بمسلسل 1990 اوكي عرض بالمرضان اللي طاف. اوكي ايه تمام. وغير كذي طلعت كم مسرحيه مع مسرحيات اللي قبل. اوكي هل كان الكوسبلاي داير بالموضوع؟ إيه داير بالمسارح ايه بالمسرح لان الكوسبلاي مو بس تصميم ازياء شخصيات، حتى اكسسوارات. صح. ففي بعض المسارح تطلب اكسسوارات. اعمال السينما والمسلسلات هم يطلبون اكسسوارات، ممتاز. فيكون لي هم ايد بالموضوع ان اصمم اكسسواراتهم. اوكي اللي بيشوف اكونت ماجد بالانستغرام خليه يكتب ماجد اندرسكور كوسبلاي MAJED اندرسكور كوسبلاي اللي هو COSPLAY. طلوب انا طلوب قاعد بيسال ماجد إيه. الحين قاعد اشوف انا اكثر من شغله تو مرت لبس النينجا ولبس الموتور كومبات. هذا من الصفر انت قاعد تسويه من الصفر، كل الماتيريال كل المواد كل التفاصيل انت قاعد يعني ما في شيء يكون جاهز تركب عليه. في اشياء تكون جاهزه مثلا أوكي. يعني اذا ما كان عندي وقت بعض المرات تطلب الشركه يكون مثلا نازل الدعايه وما باقي شيء، فاضطر الى ان اشتري اشياء واعد تصميم من اول جديد. تصميم من اول جديد. فهذا هو. حلو وايد. زين الحين يعني انا متاكد ان المفروض ان كل مسارح الكويت وكل ما قاطعك، شفت هالشخصيه هذه يعني مثال اي الجوجلز اللي بالعين، نظارات شريتهم قطيتهم ركبتهم مره ثانيه. الموضوع شيق. القوقعه اللي تحت كانت من كولكتر اديشن، فانا خذيتها رديت لونتها حطيت داخلها الوان، وغير شيء ركبت ليتات عشان تطلع مثل ثيم اللعبه نفسها. اوكي شنو اللعبه هذه فاين؟ من ديث ستراندنج. اوكي اتوقع ماجد انت الوحيد اللي تبارك الرحمن استمتعت بالحظر. صار عندك عندك وايد وقت انك تصمم ليوم اللي ما في تصميم. والله شوف الحظر علمني وطور مني اكثر، لانه خلاني اجابل نفسي اكثر واشوف المهارات اللي عندي، لان قاعد انا واحد من الناس احب اتعلم كل يوم، احب اتعلم شيء حتى لو ما مر علي شيء ان اخذ منه معلومه، لا انا اروح ادور اكتشف شيء جديد. جميل. اي فالحظر بدع فيني. اتوقع الواضح اللي انا قاعد اشوفه من تصاميمك انه فعلا الواحد يحتاج وقت وراحه بال. زين ماجد اتوقع انه في وايد ناس في دول العالم يسوون نفس هذا الشيء، قاعد تصير بينكم فعاليات معارض أكيد. مسابقات اكيد. وشلون انت تنقاس؟ في عندنا مهرجانات بالكويت وفي على دول الخليج وبالعالم طبعا مهرجانات البوب كلتشر والكوميك كون والانمي فيستيفال تصير، وفي يكون تجمع حق كل الهاويين من ناحيه رسامين من ناحيه المصممين الازياء حتى الاستعراضيين بالستيج، نتجمع في هذا المكان وتصير بيننا بعض المرات بطولات كوسبلاي، منافسات حق الرسم. حلو. اوكي. فمثل ما تقول هذا المكان اللي يجمعنا مثلا كل دوله وكل سنه تصير سنويه طبعا. جميل. أوكي. جميل. إيه. وانت كنت حكم في احد من المهرجانات هذه صح؟ اي كنت حكم. شنو التجربه؟ سولف لنا شوي. شوف تجربه التحكيم يعني كانت نقله من كوني مشارك لحكم وحكم دولي. هل كان في كرايتيريا معينه انت استوفيتها عشان تكون حكم؟ اي لازم اول شيء تكون مثلا عندك انجازات من ناحيه كم مره كنت تنافس مسابقات وهل طلعت برا نافست. طبعا الخبره تلعب دور، انك شلون تعرف اذا هذا الشيء مصنع يدويا او انك شاريه جاهز. اوكي اي صح يبين. اي اكيد يبين. من دام عندك خبره راح تعرف. وغير كذي يعني اكثر شيء اهلني ان اكون حكم مشاركتي في بطوله اليابان العالميه وتمثيل دوله الكويت والخليج في 2018. شوتو ماتي حتى شوتو ماتي قويه، هذه قويه. اذكر الناس اللي قاعد تسمعنا معنا استاذ ماجد الكندري، وصفي حقه يعني ما اقدر اقول لا فنان ولا مبدع ولا انسان عجيب، لان كلهم راح اجمعهم كلمه واحده، هذا الانسان تبارك الرحمن. يعني انا قاعد اشوف الشغل اللي قاعد تسويه ماجد، والله العظيم ما ادري شنو اوصفه، بس الحين من بين كل الاعمال اللي سويتهم، وانا ادري كل عمل فيه تعب فيه جهد، بينهم كلهم لو قلت لك راح امسح كل الاعمال اللي سويتهم، بخلي لك بس شغله واحده قريبه على قلبك، شنو بتكون؟
انت متخيل هذا كل اللي تقوله الحين كله ينمسح، يبقى لك بس عمل واحد. عمل واحد شوف صعبة علي. يعني حسيتك صدق ضايق توجه. لأن كل عمل أسويه أنا أحط جهدي فيه أكثر من العمل اللي قبله. جميل. وكل عمل أسويه جديد ولو سهل وما يبي له شيء، لكني راح تشوفني أحبه وأحب أشتغل فيه. برافو عليك. فما عندي لا كلمة إن تفضل أي هو. يعني لما قلتوا لي ها منو سكوربين، لأن ترى أول شيء على بالي. مو لأن أول شيء على بالي، لأن الكل يعرفه بعد. بالضبط. وغير شيء لأن أكثر يعني مثلا أكثر زي كنت لما مثلا أحكم برا يطلبني المعرض نفسه يقول لي تكفى تعال بسكوربين، تكفى يجيبه. إذا ما بيلبس بنحطه على أمريكان بس تكفى تعال. فهمت. هو أصعب واحد كان ولا في أصعب؟ مو أصعب واحد. شنو كان أصعب؟ أصعب واحد الأمانة اللي شفته تو مال الدرينج. لأن قعدت عليه يعني وايد طولت وايد مو شوية، وتفاصيل يعني تفاصيل دقيق. ما كان في سنتي من جسمك مبين يعني، لا الوجه ولا الريول ولا أي شيء. فكان من ألف إلى الياء يعني من فوق لتحت مغطى أنت، فكله شغل بشغل. في شخصية ودك ترسمها ودك تسويها وتسوي بس للحين ما. والله عندي شخصيات مو شخصيات. اصلا انا محتار في شخصيه اصلا ما شفتها، ما خلقي والله. ايوه انا صار فيني انا راح اطالب من هذا المكان. تفضل. انك انت يا مبدع، وين باتمان؟ باتمان يعني وين باتمان؟ مو انا سويت ايرون مان رفيجه اثنيناتهم بلينير. صح. صح. منطقي والله. مو ديساوي ضار مال بلاوي. لا انا ديساوي من والى من بدايه العهد. وين العم باتمان؟ للحين ما سويته. هذه من الشخصيات اللي نتوقعها قريبا ان شاء الله. لا ضروري اكيد. لا ومو اي فيرجن راح اسوي، ما راح اسوي الجديد، راح اسوي القديم. الله انا من 90 احب. الله يمنع عشاق باتمان الحين يسمعونك. طبعا اذا انت كنت قاعد حاتي شخصيه باتمان وهو وايد يعني شيء مهم في حياتك، اتمنى تشوف اكاونت ماجد الكندري، اتمنى انك انت تشوف اعماله، لانه راح تعرف ان هذا الشخص اذا يبتدي راح يشتغل على شيء راح يصير فيك انه لو سمحت ممكن اخذ هذا الكاستم حقي انا. ايوه صدق. في ناس طلبت منك ان تسوي لهم يعني كاستم ديزاين عليهم هم لهم. اي وتوني مخلص من طبعا طلبيتين كانت حق كان في مهرجان بالامارات وسويت لهم ورحت لهناك، كنت معزوم حق المهرجان. اوكي وغير شيء وديت لهم. وغير كذي في ناس طالب ان تبي ورشات عمل. وانا واحد اسوي ورشات عمل. حلو. ويعني هذه كافة الأعمار، يعني ما راح أقول لك والله يطلبوا لي كبار ولا مراهقين، لا من ال 11 سنة 10 سنين لأخذ فوق ال 20. قاعد تعلن عنها ماجد، يعني الناس ممكن تعرف متى ورشتك القادمة. يعني صراحة يحتاجون. انا سجلنا، انا ما مني فايده بالسجل. انت تامر انت تدش قبلهم. انا اشوف تبي هذا الموديل اللي يلبس يقول هذا العمل. انا راكب واقف كذي عرفت واتحرك واسوي حركات. والله انا احتريت ترى. انا اشوف انه حتى انا ابي وياك مو بس انت شنو، لان انا ترى حركات كاراتيه ماشي بس حركات مو صدق. اللي اشوفها قاعده. يعطيك العافيه ماجد، شرفتنا صدق ونورتنا، واحنا جدا فخورين فيك. وللاسف يعني ما اتوقع انت تحتاج تسوي دعايه حق نفسك اكثر شويه. اي يعني خلي الناس شويه تعرف. لا اكيد. كل الفخر ما ادري والله صدق والله يعني فعلا فخورين فيك ماجد. يعني انت قاعد تتكلم اليوم عن شيء مو سهل، والامانه اتوقع انه لي قدام صناع السينما والافلام والمسلسلات ايا كان، اذا كانوا بيسوون عمل متقن، عمل جميل، وفي خلينا نقول نوعيه من الادوار اللي يحتاجونها قد تكون صعبه. يعني دائما ساعات اتساءل اقول الافلام قبل او الافلام الحاليه في يمثلون حقبات، مثلا حقبه مثلا عصر الروماني ولا الامور هذه في تفاصيل وايد صعبه. الحين عرفت يعني، كنت دائما اتساءل اقول وين يحصلون، شلون يركبون، شلون يبتدون يسوون. اليوم انا شفت شاب كويتي وقاعد يسوي الامر بسعاده وفرح، والباشن اللي يبين وانت تتكلم. يعني انا استمتع وايد اشوف الناس اللي وهو يتكلم حاب اللي قاعد يسويه. يعني في ناس تسويه يمكن بزنس، في ناس تسويها بس مجرد كذي، انت قاعد تسوي لك فعلا عاشق لهذا الشيء. احس ان الوضع راح يصير جبار صراحه. صح، برافو عليك. الله يخليك ما تقصر. اتمنى باتمان لو سمحت. اكيد باتمان اكيد. هي حصلت. باتمان ينفع علي. ايه هذا اللي كنت بقول لك. ما ينفع علي انا. ما ينفع علي. انا مو محترم باتمان باي شيء. نينجا انا ترى احب الكوستم مال النينجاز صدق. اي اللي في المال راح تحبني اكيد. انا من غير لا تقول من غير لا تقول يا ماجد. ما شاء الله الاكونت يسولف عن نفسه، وانصح كل الناس تشوفه الحين ماجد
كوسبلاي، شوفوا اكاونته وسووا له فولو، يستاهل الدعم صدق كويتي، وهو جاي من بيت ما شاء الله فنان. البيت كله كان فنان. احنا تو قاعد نسولف تحت الهواء. يعطيك العافيه. الله يعافيك. احنا مقعدينك الصبح ولا انت العاده؟ لا انا عادي قعدتي صدق؟ اي فنان مبدع. يقوم الصبح ما عنده أيوة. يعني متاخر أيوة. وواصل. لا الامور طيبه. وايد استمتعت وياك يا ماجد الله فعلا. يخليك. يعني من المقابلات اللي انا كنت قاعد ابتسم. انا اشوف اذا شفتني ساكت شيء سرحان، حط ببالك ان انا قاعد استمتع، وصار فيني انه الله يعني هالشيء هذا فعلا شيء جميل اني اعرف انه موجود بالكويت. كل التوفيق لك، فخورين فيك يا رب. ويا رب ان شاء الله نستضيفك بالايام الجايه ونشوف البروجكت يكبر اكبر واكبر اكبر. آمين. كان معنا في نغم الصباح استاذ ماجد الكندري المبدع الفنان، وان شاء الله نشوفكم باكر تومورو باكر الاربعاء. ها يلا هذا تبقى يوم على الخميس.